أنا بحب الإعداد جدا الحقيقة يعني. طيب الصحفي الكويتي السخيف البايخ اللي تاريخه أسوأ مما تتخيله، واللي بيتقال عنه عميد الصحافة الكويتية، أحمد جار الشيطان. الحقيقة يعني أحمد الجار الله ده أنا بسميه أحمد جار الشيطان. متعاطف جدا وعمال يتكلم إن الشعب المصري هينتقم للرئيس مبارك بسبب الظلم اللي تعرض له. أي ظلم يا تافه؟ أي ظلم تعرض له هذا الرئيس؟ أم أنك أعور؟ أم أنك أعمى البصر والبصيرة؟ أم أنك أصم لا تسمع؟ يعني أنت وأنت تكتب مذكرات الراقصات والفنانات خليك في حالك بقى يا أخي، ارحمونا شوية. وأنتم متخيلين أن الرئيس السابق لما بعت الجنود المصريين في الكويت عشان يقاتلوا العراق كان بعتهم يعني من منطلق شفقة؟ هل هذا في تخيلكم يعني؟ طب ما كان عمل كده مع غزة وكان عمل كده مع السودان، اشمعنى معاكم انتوا بالتحديد؟ إنها الأوردرز يا عزيزي. أنا مش هرد عليك كتير، لكن أنا هحيل الناس عشان تقرأ تاريخك في مقال لعاطف زيد الكيلاني اسمه عاهر في ثوب صحفي. بس قد يكون وصف أحد ما بالعهر صادما ومستغربا وجارحا، ده مقال الكاتب لمشاعر القراء، ناهيك عن أن المفرد عهر غير مستساغ اجتماعيا، ولكنه العهر بعينه ما يمارسه هذا القزم المدعو أحمد جار الله في كتاباته، في كل كتاباته. وأعتذر للقراء الأعزاء إذ لم أجد في قاموس لغتنا العربية ما قد يفي بالمعنى الذي أريده لوصف هذا الشيء المسمى أحمد الجار الله إلا العهر. طبعا كاتب مقال بيقول شكرا يا سيادة الرئيس، دعهم في غيهم يعمهون، يدافع عن الرئيس المصري حسني مبارك دون أن يدري أن مجرد تصدي لهذا الدفاع قد يضيف للمخلوع حسني تهمة جديدة وهي الشذوذ الجنسي، وهو حسني في غنى عنها وعن أي تهمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود. إذن وحسب رأي هذا العاهر أحمد رجال الله، الكلام ده موجود في المقال، فإن حسني مبارك مظلوم، وأنها قد خلع لأسباب تافهة، وكان من المفروض أن يجثم على صدور أبناء الكنانة 30 عاما أخرى، وبعد أن يفطس أو ينفق كما الحيوانات يأتينا بنجله ليحكم مصر 60 سنة أخرى. وماله 120 في عمر الشعوب ليست شيئا يذكر، فالأيام أطول من أهلها. مش هقدر أكمل المقال، مقال طويل قوي بيترد عليه على أحمد جار الشيطان، لأن أنا عارف أن في بعض من الشعب الكويتي متعاطف مع الرئيس ومش متعاطف مع اخوانهم المسلمين اللي اتسجنوا واتبهدلوا وبياكلوا من الزباله وعندهم امراض سرطانات، مش متعاطفين معانا. فيا ريت يعني لله حاولوا تشوفوا بعين الانصاف، بعيدا عن كره بقى الرئيس مرسي وكره الاخوان وكره التيارات الاسلاميه، هذا لا يلزمنا. بصوا لقطاع عريض من الشعب المصري. ارجع للشيخ سلام عبد القادر.